هاي يا بنات، النهارده عايزه اقول لكم ازاي تعتنوا ببشرتكم لو انتي عروسه او لو انتي فرحك قدامه 3 او 6 شهور او حتى شهر. الحاجات دي هتفيدك جدا 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 وهتخلي بشرتك في حته تانية خالص. اول حاجه لازم تعمليها كل اسبوع وهو الحمام المغربي. الحمام المغربي ده سحر، انا مسميه الحمام السحري مش الحمام المغربي، من كتر ما هو فعلا بيفرق في البشره 180 درجه، في النعومه، في الحبوب اللي بتطلع في البشره، في شكل البشره والملمس وكل حاجه، والستروبري سكين والحاجات دي. بيعالج حرفيا كل حاجه وادق حاجه في البشره. اكتر براند انا حبيته للحمام المغربي، انا جربت حاجات كتيره قوي، انا بعمله بقالي سنين، يمكن 10 سنين بجد بعمله من وانا صغيره جدا. فهو بجد ده البراند ده حلو قوي. انا جبت اللي بالاوليف اويل، فيه بالروز وفيه بحاجات تانية، بس اللي بالاوليف اويل ده حلو قوي، اللي هو البراند اسمه ماروكن اويل. اكتر حاجه بترطب البشره. يجي معاه اوريدي الليفه المغربيه، فانتي مش مضطره تشتري ليفه مغربيه لو جبتي البراند. بعد كده بتيجي خطوه الطمي المغربي. الطمي ده انا كنت جايباه من حاج عرفه، هو 250 جرام. لا، هو 300 جرام كان ب50 جنيه. مش احلى حاجه، بتاع حراز احلى منه بمراحل، بس هو سعره كويس وبيفي بالغرض، فانا يعني مش شايفاه سيء، هو ممكن نقول ان هو متوسط. بعد ما بتعملي الحمام المغربي لازم ترطبي بشرتك، واحلى مرطب للجسم انا استخدمته هو الشان بادي ميلك، وده فعلا حلو جدا جدا وبيرطب وما فيهوش ريحه. فلو انتي حابه تحطي برفيوم او كده بعدها او بادي سبلاش او حاجه، ده هيبقى حلو قوي. لو انتي بقى مش بتستخدمي بادي سبلاش او انتي عايزه مرطب حلو فيه ريحه، هو ده من باث اند بادي وركس، وهو بريحه الروز. بجد انا جربت روايح كتير قوي من باث اند بادي وركس، كل مره بروح اجيب الريحه دي برضو فريش كده، ناعمه، تحسوها فيها انوثه. بعشقها. فده حلو قوي، بيرطب حلو قوي، ومش مضطره. اعتقد ممكن تحطي برضو بعديه البادي سبلاش بتاعه، بس يعني عادي، هو لوحده ريحته حلوه جدا من غير حتى بادي سبلاش. حاجه بقى انا بحب اعملها وانا في الشاور، وهي اني استخدم شيت ماسك. بحب قوي استخدم شيت ماسك برضو وانا بعد ما اخلص شاور ولسه بشرتي كده طريه، او وانا في الشاور وفي بخار او كده من ميه. بحب قوي دول من ايفا، بيبقوا 3 شيت ماسكس، حوالي 90 جنيه او 85 جنيه التلاتة. انا استخدمت بتاع الاكني برون شيت ماسك، وبرضه استخدمت حاجات تانية، كلهم كانوا حلوين جدا وكلهم تحفة. هما 3 بيجوا في نفس الباكج، بتاخديها وفي زي سترابر من جوه كده عشان تقفليها تاني، وبجد بجد بجد تحفة. بعدها برضو بحب قوي استخدم الشان كريم، رغم ان انا بشرتي دهنيه، بس الكريم لاننا في الشتاء بينفع اكتر من الجل معايا، فانا بحب قوي استخدمه لبشرتي. بجد يا جماعه ده مش اعلان، هو تحفه فعلا، وكميه الناس اللي طلعت قالت عليه حلو هي اللي خلتني اتحمس واجيبه، وفعلا طلع تحفه. الشعر بقى انا مش هقول لكم على برودكتس دلوقتي في الفيديو ده، لان الشعر عايز فيديو لوحده اصلا، بس ممكن اقول لكم اهم حاجه تعملوا ماسكات طبيعيه. انا بحب قوي استخدم ال7 زيوت ده من حراز، سعره يا جماعه رخيص جدا، وساعات بحط معاه الكوكونات اويل او زبده الشيا، وبعمله ماسك كده لشعري واسيبه ساعتين 3 وبعدين اغسل شعري معاه. بعمل ماسكات طبيعيه زي الزبادي مثلا، وده برضو بينفع مع شعري جدا جدا، وبيطري شعري كده شويه وبيخليه بيلمع وبيخليه حلو قوي. وبحط برضو معاه الزيوت، يعني ساعات بعمل الزيوت لوحدها بالشيا باتر، وساعات بحط الزيوت دي على زبادي وبعمله لشعري. فلو انتوا عايزين برودكتس للشعر ممكن اعمل لكم فيديو تاني، لان الفيديو هيطول جدا. لو انتوا بقى بتعملوا شيفنج على طول لبشرتكم، ده احلى شيفر انا جربتها من فينس. انا عارفه ان سعرها غالي شويه بس هي تستاهل، يعني مثلا دي بيبقى فيها 4 بتقعد معايا مثلا سنه، ومن جوه افتحها معاكم دي تاني باكج انا اجيبها. بجد من كتر ما انا بحبها، هي من جوه بيكون فيها 4 كده زي ما انتوا شايفين، 4 شيفرز، ومن جوه بتكون بجد، يعني لو انتوا عندكم فينس نفسها من جوه بتكون تخينه قوي، يعني الجل، يعني الجل اللي فيها بيكون تخين جدا عن الشيفرز العاديه دي اللي هي لونها اصفر. احلى حاجه انا جربتها من فينس اللي هي بالكوكونات سنت، وريحتها حلوه قوي قوي. فلو انتوا بتستخدموا شيفرز على طول، دي احلى حاجه ممكن تستخدموها.
لو انتي بقى الاندر ارم بتاعك فيه سواد، او مثلا الكعان او الركب فيها سواد او كده، استخدمي ده من اوردينري اللي هو الجلايكوليك اسيد 7%. هاتي قطنه وحطي بيها على المكان، وفعلا هيفرق في لون بشرتك جدا جدا. استخدميها مره او مرتين في الاسبوع، وصدقيني هيضيع السواد اللي في جسمك ده، وهيوحد السواد اللي موجود في البشره. وبس كده، دي كانت الحاجات اللي تخص البشره عامه، سواء وش سواء جسم.